السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين الكرام، وحلقة أخرى من حوارات قانونية. أنا معكم المحامي وجدان حسين المعموري، متحدثا عن البعض من نصوص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع برقم 30 لعام 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لعام 2019، متناولا النصوص القانونية الموجبة لكشف الذمم المالية لبعض عناوين الدولة العراقية المهمة حسب ما جاءت في المادة 16 من القانون، والتي أفادت بيلتزم بكشف ذمته المالية كل من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجتهم، أعضاء مجلس الاتحاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة، وأعضاء الادعاء العام، رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الإقليم، رئيس وأعضاء مجلس النواب ومجلس نواب الإقليم، رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه، ورئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه، مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم، وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة، أصحاب الدرجات الخاصة والعليا، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائم مقامون، ومديرو النواحي، مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، وعمداء الكليات، المديرون العامون ومن بدرجتهم، الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة، وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا، ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والمختلط، محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيئة النزاهة، العاملون في هيئة النزاهة، رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية، رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة. أخي وعزيزي المستمع الكريم المشاهد الكريم، كنت معكم أنا المحامي وجدان حسين المعموري، متحدثا عن الفئات المشمولة بكشف الذمم المالية، ونتخذ في حلقة أخرى إن شاء الله الإجراءات التي تفرض بحق من يمتنع عن تقديم هذه الذمم المالية، وما هو موقف القضاء من هذه الفئات. نلتقيكم ودمتم بألف خير. شكرا جزيلا.